حلقة جديدة من سنة أولى جواز وشوية حقائق عن الرجالة، وأتمنى ما تعمليش بلوك بعدها. أول حاجة الصراحة المطلقة والعلاج بالصدمة. الراجل للأسف ما فيهوش في جو الكلبوبات ده. شكلك تحفة، قصة الشعر من تحت هايل، وعارفه انك نفسك ياخد باله من ضوافرك اللي انت دافعه فيها فوق ال 500 جنيه. انا ما اعرفش ليه بندفع كل الاسعار دي والله، بس المفاجاه انه مش هياخد باله برضه. تاني حاجه اللت والعجن، صدقيني هي دي دماغه. هو اصلا في دراسه علميه انا برضو اللي عاملاها، ان الراجل لما بيطول في نقاش بيبقى يا اما عشان يطلعك غلطانه، يا اما عايز يأفور في حاجه هو قالها قبل كده، يا اما عايز يثبت قد ايه هو صح، او احتمال يكون بيتكلم على ماتش كوره بيحبه، او بيتزايا سي فود عشان هم بيحبوها قوي. انت هتقعدي 3 ساعات بتتكلمي على واحده صاحبتك جبت لها موقف من وهي في الكيدز اريا معاكي، وقد ايه كان بينكم ميموريز، وفي مشكله كبيره وانت مش عارفه تتصرفي وتعملي ايه، وحكيتي له كل المشكله بتفاصيلها بمين كان متدخل في الخناقه. صدقيني هو من اول دقيقه كان في مخه كده اخسريها. حاجه والاهم اطلبي البديهيات. انا عارفه انه يعزمك على عشاء يوم عيد ميلادك ويجيب لك ورد وتشوكلتس والهديه دي بديهيات بالنسبه لنا. هو اخر طموحاته ان يا رب ما يكونش نسي يكلم صاحب المطعم عشان ياكد الحجز على الترابيزه.